منورين القناة. نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. والدعاء اللي احنا بنقوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري يا رب العالمين. اهلا بكم يا بنات في فيديو النهارده. والله حصري وعارفه انا عايزه كومنتات كتير ولايكات كتير. الفيديو ده يا جماعه لازم يعني باذنك يا رب يبقى يجيب لايكات كتير، يجيب كومنتات كتير. قبل ما نبتدي بس عايزه اقول لك اللايك الحلو، تدوسي على الجرس كده وتفعلي الجرس وتفعلي القناه وتشتركي القناه وتعملي كومنت حلو وتدوسينا على لايك حلو زي كده. البنات انا النهارده نازله لكم روكسي وما ادراك ما روكسي. انا اقسم بالله انا تعبانه واخده كوش شديد ومع ذلك نزلت روكسي ولفتها لكم حته حته. نزلت لكم روكسي لفتها لكم حته حته. شوارع جانبيه، الشارع العام ابراهيم اللقان. ان شاء الله باذن الله لو ينزل لكم ان شاء الله يوم بقى في ورش الكربه عشان افرجكم على شغل الكربه. بصوا يا بنات انا بس اقول لكم اسعار حاجات جميله وحاجات تحفه. كان في تخفيضات صيف وفي تخفيضات برضه شتوي وحاجات على الرصيف من جوه المحلات. روكسي يا جماعه روكسي. انا مش عايزه حاجه منكم غير ان الفيديو ده يجيب اعلى بقى مشاهدات، يجيب مشاهدات فعلا ويبقى يعني يضرب زي ما بيقولوا. لا انت قاعده في البيت وانا جبت لك روكسي لحد عندك وانت قاعده في البيت. انت قاعده في البيت جبت لك لفيت لك روكسي حته حته خليكي تنسيها معايا انت قاعده في البيت. فلازم يا جماعه بعد اذنكم قدروا المجهود اللي انا بعمله وقدروا النزول بتاعتي ولفي بقى في الشارع عشان خاطر اصور لكم وجزاكم الله كل خير يعني. ونرجو برضه منكم ان انتوا تعملوا لنا لايك وكومنت وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا وتكبرونا. واسيبكم دلوقتي مع الفيديو بقى تعيشوا بقى اللحظات الصارمه زي ما بنقول كده، اللحظات اللي هي بقى ان شاء الله يعني بكام تعمل فناجين؟ 6 فناجين و6 اطباق. بكام؟ 320. التوابل ده بكام؟ ايوه 220 برضه. 220 وده 150. وانا برضه 150. ده 120؟ 150. بكم دي يا حبيبي؟ 150. بالي 130. ثواني بس. ودي بكام؟ 150. صح غالية أوي. ده غالي أوي. ده في حظ اليهود أرخص من كده يا جدعان. إيه؟ آخرها كام دي؟ 100. تمشي 80. هاخد 2 منك 160. قلت ايه؟ طب الشمعدان ده بكام؟ 150 عشان جايباه وحاطط اليهود ب 250.
بكم ده؟ يا حبيبتي 520. اخره كام؟ شايفين ولا اخره كام؟ اخره كام؟ عارف ده ما تعرفش ميزان مش عايز ابقى مصيبه ده. شكرا الله يخليك. ما جيتش عندنا ها بتخبي المرة الجاية. خلصتها؟ ها؟ عملت كام ده اصلا؟ كام ده اصلا؟ صعب يا بابا، صعب مكتوب عليه. أي جاكيت من هنا 500 ها؟
بكام ده؟ ايوه على بالك احنا بندفع عنها مكان. يلا يلا كله 200 هنا؟ يلا يا محمد يا عم الحاجه دي يلا ده احمد وقتيهم لما تيجي تطلع عود ايه يا ياسين ماجد يا رامي سلسلة الموبايل بكام؟ كده 80 و40 شوف يلا شوف كده يابا خد يا عم هما بيوضبوه ولا ايه؟ هما بيوضبوه؟ خالص ليه؟ على ضمانتك
اتفضل يا استاذ شيخ. لا بسأل على الكاب الروسي. ايه الروسي ده؟ يبقى كله فريق. كله فرو يعني؟ اه. هو ده. لا 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 مش ده. ايه هو شيخ؟ ما معك انا صورة؟ عندي واحد ممكن اجيبه لك يعني بكره ان شاء الله. عايزه الوان منه. عندي لون ازرق جبته السنه اللي فاتت. سلوبيتا 350. هاي 4 قطع النهارده على قطع هدايا. اتفضل يا فندم رسومات الاربع. هاي 4 قطع على قطع. هاي 4 قطع. هاي 4 قطع على قطع هدايا النهارده. هو ده لا محل بتاعه كده. اتفضل يا استاذ عاملين عروض خصومات. ايوه اتفضل يا باشا عاملين على خصم. بكم ده يا كابتن عصام؟ 250. ايوه لقيت نفسي والله يا ست الكل بقى له يومين وغالي لسه قدامه وهيغلط والله العظيم. اخره كام؟ انا شرحت لك طب اعمل ايه تاني؟ والله لو في اي حاجه لو فاصل لك مريح دماغي. فين شباب عدلنا على نخاف.
ساعات كده على الفطور اللي فوق جدا من جنيه و5 كيلو 10 جنيه. كده ايه؟ عادية لا 25 بس كده الجو اديني انا بقول لك لا خلاص ده ما هو ده اللي مضايقني في العالم. تلبسي حلق بقى او في دول بقى الحاجات دي دي الهدية. دي بتاعت الايد صح؟ انا عارفه انا بحب ايدك هو يعرف يعمل السودة؟ بفلوس في شارع روكسي برضه في روكسي في شارع ابراهيم الأحياء. انا هنا بتكلم بصوتي علشان خاطر حقوق الطبع والنشر، لان المحل ده كان فيه موسيقى شغاله بصوت عالي. انا كمان علشان خاطر ما يبقاش يطبق على حقوق الطبع والنشر وتعملي مشكله على الفيديو، عشان كده دخلت اتكلمت بصوتي عشان اوضح لكم. المحل ده كان فيه ما شاء الله حاجات كتير، كان فيه اكسسوارز زي ما انتم شايفين، كانت اسعاره حلوه قوي. يعني كانت بتبدا بحاجات بتبدا من 5 جنيه، وفي حاجات 5 جنيه، وفي حاجات 20 و50 لحد توصلي لحد 150 جنيه. صراحه المحل فيه حاجات حلوه قوي، وفي حاجات شيك والاكسسوارز بقى للبنات والميك اب لحد 600 جنيه، لحد 600 جنيه لحد 600 جنيه. كمان كان عنده من الحاجات اللي شفتها كمان كان عنده الميك اب، والميك اب برضو اسعاره متفاوته. كان عنده الحزمه بقى بتاعت البنات الترندي اللي طالعه اليومين دول، اللي منها اللي هو الجولد ومنها السيلفر. كمان كان عنده محل بأشكالها والمجات الترندي اللي طالعة اليومين دول بأشكالها المختلفة وبأسعارها المختلفة. وكان عنده كمان في الدور الثاني، لو طلعت الدور الثاني هتلاقي بقى، وكان عنده الشيلان. انا استقبلت برضه كان في شيلان بأشكالها مختلفة وتنوعها برضه، حاجات ترندي بتبدأ 150 جنيه. وكان عنده بقى تطلعي في الدور الثاني عنده لعب اطفال بقى، وعنده لعب الاطفال دي بانواعها واشكالها المختلفه. وعنده كمان كان في على فكره بسكتات فيها لعب، بتبدا اللعبه من 10 جنيه، غير بقى الايس كاب بتاع الاطفال وشرابات الاطفال، وغير يعني بصوا مش عايزه اقول لكم حاجات. انا من كتر الحاجات اللي موجوده في المحل انا بقيت يعني محتاره ومش عارفه ايه. والمهمات بقى باشكالها المختلفه، والسوتي بتاع الاطفال، والشراب بقى الهاند ميد اللي هي الخصوص بأنواعها،
بقى للأطفال والكبار بيبدأ من 150 جنيه للكبار وطالع في حاجات ب100. كمان يعني أنا من كل الحاجات اللي موجودة فوق حاجات صراحة كتيرة قوي وحاجات حلوة بصراحة. وطبق بقى كباب أشكالها مختلفة معها السادة والفري والتايجر. يعني بصوا بتاع ده والشنط هنا كانت بقى في شنط بقى هنا كان في شنط غالية شوية. كانت الشنط ده في الشنطة بتبدأ الشنط يعني بتبدأ من 300 جنيه وطالع. في حاجات عاملة كمان 500 في المكان اللي فوق ده. فده كان يعني الجزء اللي فوق. أنا معلش كنت ماسكة شنطة دارت الكاميرا شوية. كان ليه هبه الاول في الشركه حسين بس دلوقتي خلاص مش عارف اطلع الاوضه. كلامي مش كده لكن التاني كل واحد زي الشقه طويل. لازم نتخانق يا حبيبتي خالص. انت بتنزل بالراحه. انا كتبت دروسه من وراه. واحد اهو. عندك حاجه؟ كم الطبق ده؟ دي كمثرى دي؟ كمبيوتر بالمنى عسل. انت عايزه ايه؟ انت خليتني ان انا ما اعرفش معانا. ايوه محمود القديم ده مش متصور لسه ما خلصش. عارفه قلت لي عملت ايوه يا ولاد احمر وده في الكيك
ولو بعيد عنه لو قاعد على الفراش ده شو اسطوره حبشه؟ عمرو يا حلمي انت بتقول كده ايه؟ فعلا شفت براحتك. عرفت بقى احنا قلنا عليها. ضاعت عليك يا معلمين. توجعني نهائي في اي شغلانه. انا ليا واحد يمسكني من ايدي توجعني لا يرفع عليا. انا قلت عليها زي ما تيجي. انا ما قلتلهاش اعملها فاتوره ب 20 30 30 40 بكام دي؟